السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده معانا فيديو جديد، سلسلة جديدة من الفيديوهات. طبعا في ناس كتيرة جدا طلبت مني فيديو البسكوتات، مرضتش ابخل عليكم في اي حاجة، ونزلت السوق والماركتات كلها ودورت على جميع انواع البسكوتات لحد ما لقيت لكم الكمية دي. وبصراحة متحمسة جدا عشان في هنا شمعدان وبسكوت شاي، وفي كمان بسكوت ويفر، وفي حاجات مختلفة جدا. الآن وقت البسكوتات. أنا أول منتج بصراحة قررت أبدأ بالويفر، واللي من عشاق الويفر يكتب في الكومنتات ويفر. ومعانا بصراحة أول منتج قررت أبدأ بيه وهو وشين، وبصراحة في منه 3 أطعمة. قررت أبدأ معاكم أول طعم وهو ده. نفتح ونجرب. بصراحة يا جماعة هو كان صعب فتح شوية. بصوا الويفر بتاعه حلو ازاي. يلا بينا ندوق. هو عجبني جامد لأن طعم اللبن فيه أو الملك واضح جدا فيه، وكمان الوافل بتاعه بيقرمش وطعمه لذيذ جدا في البق، فهديله تقييم 9 من 10. نكهة معانا من شركة شين، هي نكهة الفراولة. طبعا زي ما قلنا إن أختي عاشقة للفراولة. يلا بينا هندوقه نقيم. بصوا يا جماعة، هو حجم الويفر بتاعهم بصراحة كويس جدا، والكواليتي بتاعتهم جامدة، وبصراحة الريحة جميلة جدا، وبصراحة متحمسة إن أنا أدوق. يا جماعة هو طعمها لذيذ جدا، وكمان يعني زي ما قلنا في التانية الويفر بتاعها بيقرمش، وإحساس شعورها جميل جدا في البق. بس فيها عيب واحد بس، فيها أفتر تيست، فأنا هديها تقييم 8 من 10. نكهة معانا وهي بنكهة البندق، يلا بينا ندوق ونقيم. وده شكلها يا جماعة. بصوا هنا في الشوكليت اللي بالبندق دي واضحة، فبصراحة هي ريحتها حلوة، وبس فيها عيب واحد بس، ان ريحة البندق فيها ضعيفة شوية. يلا بينا ندوق ونجرب. بس يا جماعة هو بصراحة ريحته حلوة، بس في عيب ان ريحة البندق فيه ضعيفة، وكمان حجم الويفر فيه جميل، والقرمشة بتاعته حلوة، بس في افتر تيست كده بسيط، ان كمان ان هو بيسيب اثر في البق، وكمان ان طعم البندق فيه مش واضح جدا، فهديله تقييم 7. تاني منتج وهو الشمعدان. فاكرين ده بتاع ايه؟ ده بتاع زمان، واللي فاكر طعمه كان بيكسب ايه يكتب في الكومنتات. وهل بقى هيطلع حلو وهيطلع نفس طعم زمان، ولا هيقل طعمه ونكهة شوية؟ يلا بينا ندوق ونجرب. معانا اول نكهة من الشمعدان وهي الوايت شوكليت، بس في تفصيلة صغيرة بس انا عايزة اقولها لكم، ان هي من بره وايت شوكليت ومن جوه محشية دارك شوكليت. يلا بينا ندوق ونجرب. وده شكلها من بره. بصوا من ورا كده تحسوا ان هي فيها مربعات صغننه، وبصراحه انا عايزه ادوقها، وهم صادقين فعلا في ان هي من جوه فيها دارك شوكليت. يلا بينا ندوق. بصراحه طعمها لذيذ جدا، وكمان مديه كده طعم لذيذ مع الشوكليت اللي جوه والشوكليت اللي بره، وبصراحه هما مكثفين طعم الشوكليت دارك اللي جوه، فبصراحه هديها تقييم 9 من 10. تاني نكهة وهي الشوكليت، وطبعا هنا هم مخلين الحشو شوكليت دارك ومن بره شوكليت دارك. يلا بينا ندوق ونقيم. شكلها من جوه. يلا بينا ندوق. يا جماعة طعمها من جوه خطير جدا، وكمان الشوكولاتة مسكرة ومظبوطة، فبصراحة هديها تقييم 10 من 10. نكهة معانا من الويفر ده وهي الشوكليت، بس هي من جوه بس شوكليت ومن بره معلهاش أي حاجة. يلا بينا ندوق ونجرب. بصوا ده شكلها من بره يا جماعة. هو طعمه حلو جدا، بس اللي كان قبليه اللي كان من بره متغطي الشوكولاتة كان أحلى، لأن كان طعم الشوكولاتة كان مكثف لأنه كان من بره وكان من جوه، فبصراحة هديله تقييم 8 من 10. أنا بسكوتات للشاي ومعانا نوعين، وصراحة ده بقى اللي عايز مثلا يقعد بقى وياكل بسكوت مع كوباية شاي وكده، فيلا بينا ندوق منتج دالتون للشاي. القطعة عاملة ازاي، عليها من بره وردة ومن ورا كده شبه المربعات. والله يا جماعة بصراحة هو طعمه لذيذ جدا في البق، وخاصة ان هو بيدوق في البق كده، وكمان مدي طعم لذيذ، والسكر فيه لا هو عالي ولا هو واطي قوي، سكره مظبوط، وكمان ده كميته كتيرة في 12 قطعة. وبصراحة هو المشكلة الوحيدة فيه ان هو حجمه صغير، فبصراحة هديله 9. منتج معانا من منتج البسكوت بتاع الشاي السادة، وهو منتج من شركة كاركي. يلا بينا هندوق ونقيم. بسكوت كاركي يا جماعة، وده شكلها من بره.
مع دلوقتي بصراحة هو ما دخلش دماغي، لأن بصراحة أنا بحب البسكوت يكون مظبوط وهو طعم السكر فيه عالي شوية، وكمان القرمشة بتاعته ضعيفة، فهو بصراحة هديله تقييم 6/10. المنتج ده جديد في السوق واسمه ساتو، وهو عامل شبه الأوريو كده، فيلا بينا ندوق معاه. يا جماعة هو ده شكله من بره. أنا بصراحة كنت مفكرة زي الأوريو هيبقى شكله مظبوط وكده، بس هو ما طلعش زي الأوريو، وكمان مش مغطى بالشوكولاتة زي ما شفتوا. يا جماعة هو بصراحة طعمه ما عجبنيش، لان انا ما بحبش الحاجات اللي زي كده، بس انا جبته وقلت اجربه معاكم، وبصراحة انا هديله تقييم 5/10، لان البسكوت فيه طري، وكمان الكريمة اللي جوه مش كمية كفاية. ومعانا ميكس من منتجات الويفر، وبصراحة دي اخر منتجات معانا في الحلقة ومسك الختام، وبصراحة لقيتهم متنوعين كده وقلت اجربهم معاكم، ويلا بينا ندوق ونقيم. وده منتج منزلاه شركة كورونا، وبصراحة اتحمست جدا، لأن شركة كورونا معروفة إن هي تبع الشوكولاتة، فقلت هل يا ترى هتنزل البسكوت ده هيبقى طعمه زي طعم الشوكولات ولا هيبقى طعمه مختلف؟ شكله من بره، وبصراحة حجم البسكوتاية كبير، ويلا بينا هندوق ونقيم. بصراحة يا جماعة هي عجبتني جدا، وكمان القرمشة بتاعت الويفر بتاعتها حلوة، وكمان شركة كورونا منزلة الطعم ده بصراحة خطير جدا، وقريب من طعم لمبادة، وبصراحة أنا هديلها تقييم 9/10. المنتج ده من شركة باي لايك، وبصراحة هو محشي من جوه كريمة شوكولاتة ومن بره شوكولاتة وايت، فيلا بينا ندوق ونقيم. شكلها من بره بصراحة يا جماعة أنا مش من محبين الوايت شوكولات، فبصراحة أنا مش هديها تقييم اللي هو وحش، لأن في ناس بتحب الوايت شوكولات جدا. أنا عندي أختي بتحب الوايت شوكولات، فبصراحة أنا يعني كواحدة ما بتحبش الوايت شوكولات، بس هنا هما ضايفين طعم لذيذ جدا، ان طعم الشوكولات مخلوط مع طعم الويفر اللي هو اللي بالشوكولات، فبصراحة انا هديها تقييم 9/10. معانا منتجين من شركة إليت، وواحد منهم بالشوكولات والتاني بالوايت شوكولات، ويلا بينا ندوق ونقيم. معانا طبعا اللي هو بالكريمة البيضة ومسمينه ماكسي، يلا بينا ندوق من بره. بصراحة هو طعمه لذيذ جدا، وكمان الويفر فيه بيقرمش وطعم اللبن فيه واضح، فبصراحة هديله تقييم 8/10. الشوكولات من بره يا جماعة هو طعمه بيسيب افتر تيست كده في البق، فبصراحة هديله 7/10. انا اخر منتج وهو من شركة جرين لايف، طبعا هو ويفر، وبصراحة انا انزعلت لما لقيت حجمه كبير جدا كده، وبصراحة قلت هجربه معاكم، يلا بينا ندوق ونقيم. يا جماعة هو القرمشة فيه جميلة، بس فيه ملحوظة صغيرة ان الشوكولات فيه طعمها مش واضح قوي، فبصراحة هديله 8/10. خلصت حلقتنا ومنتجاتنا الجديدة، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. وقبل ما نخلص نسينا نقول حاجة، فين المتابع الحلو الجميل الناس تشترك في القناة؟ فكرة انا شايفاك، بس يا ريت تشتركوا في القناة. في حاجة، اي حد عايز يجرب اي منتج اكتبوا لنا في الكومنتات عشان نبخل عليكم اي حاجة. باي باي.